بيقول انك ممكن تعملي الزبدة النيوزيلندي في البيت بطعم وريحة الزبدة الأصلية ببعض الإضافات البسيطة. طب ايه رأيكم؟ ما تيجوا نشوف الكلام ده صح ولا غلط؟ تعالوا كده نسمي الله ونبدأ الفيديو بتاعنا. لكن قبل ما نبدأ الفيديو ياريت ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا للقناة وتفعلوا جرس الإشعارات على الكل علشان يوصلكم كل جديد. يلا بينا. تعالوا بقى كده نشوف ايه هي المكونات البسيطة اللي من خلالها هتقدري تعملي الزبدة الأصلية النيوزيلندي عندك في البيت. وأول حاجة هتكون معانا في المكونات هي كوباية من اللبن. تمام كده. بيقولوا هنضيف ليها كمان كوباية من الزيت. هنضيف ليهم كمان معلقة كبيرة من الخل، طبعا ده خل الطعام العادي. هنضيف ليهم كمان معلقة كبيرة من عصير الليمون. نضرب ده كله بقى في الخلاط وبعدين نسيبه يبات في التلاجة ليلة كاملة. بعدين بقى يطلع لنا قالب الزبدة التحفة اللي انتم شايفينه ده. طب هل الكلام ده صح ولا غلط؟ وهل الكلام ده مظبوط فعلا ولا لا؟ تعالوا بقى كده مع بعض نعرف اصل الموضوع ده ايه، وهل الكلام دوت فيه مصداقية ولا لا. اولا كده بعد ما نعمل كل الخطوات دي ممكن فعلا تاخدي قالب شكل قالب الزبدة النيوزيلندي بالظبط، لكن الطعم هتلاقيه مختلف جدا، وده طبعا بسبب اضافة الليمون والخل. هيخلي طعم الزبدة عندك طعمها لاذع تماما، وده طبعا مختلف عن طعم الزبدة الأصلية. ده غير كمان ان كوباية الزيت اللي انت هتضيفيها هتغير طعم الزبدة تماما. ده غير كمان ان انت لو جيتي استخدمتيها للتحمير هتلاقي ان اللبن اللي انت حطيتيه او ضفتيه في الزبدة عندك هتلاقيه كمان انه بيتحرق. ده غير كمان انك لو سبتيها فترة في التلاجة هتلاقيها عفنت منك. يعني عايزة اقول لكم باختصار ما تصدقوش كل الكلام اللي انتوا بتسمعوه، وما تصدقوش كل الفيديوهات اللي انتم بتشوفوها، لان في ناس كتير بتحب تركب الترند وخلاص. بكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا. بتمنى ان انتم تكونوا استفدتم منه، واللي حابب برضو يجرب خلاص هو حر وبراحته. لكن انا بمنتهى الامانة اديتكم المفيد في الموضوع دوت. عايزة اقول لكم ان انا بحبكم جدا جدا، ويا رب اكون كنت ضيفة خفيفة على قلوبكم. يا ريت ما تنسوش تدعموني بالاشتراك في القناة، ويا ريت كمان لايك للفيديو. اقول لكم مع الف سلامة وباي باي.